السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله، وحشتوني كتير. وحشني ان انا انزل لكم فيديوهات، بس الحمد لله كنت تعبانة شوية. الحمد لله، ربنا يا رب يشفينا ويعافينا ويشفي أمة محمد أجمعين. ونصلي كده على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، هيك يا حبيبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنبدأ زي ما انتوا شفتوا كده مع بعض. هنعمل صينية قراميط، او زي ما بيقولوا طاجن قراميط. اللي انتوا بتفضلوا في بتعملوا في الطاجن في اي حاجه. زي ما شايفين كده القراميط اهي منقوعه زي الفل. شوفوا القرموطه الحلوه اللي تلاقوها بيضه. شوفي دي ذهبي مش بيضه كمان. شوفوا بيضه كده، بطنها بيضه وقفها ابيض، اللحم بتاعها اصفر. هي بتبان وانت شارياها. كانت ما شاء الله كانت سمينه. انا السمنه دي على فكره مرماش. شوفوا كانت بجد، كان اللي يشوفها يقول والله حنشاه، ما كانش يقول قراميط خالص. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى بتجيبي صينية لحوقي، طاجن، اللي عندك اي حاجة من عندك، تحط فيها كمية زيت حلوة كده. الدهن اللي بقولك اللي بيطلع فيها ده من جوه زي الفراخ وزي البط وكده، انا ما برموش، انا بخدل بيه. هتشوفوا دلوقتي بخدل بيه ازاي اهو، لانه منقوع مصبن، منقوع معاه بالظبط مصبن. هي دهنة ناشفة شوفوا، يعني حلو مش وحشة. ايه هو زي ما بتعملي بدين اللي هو بتاع الحيوانات المواشي، بيبقى جميل برضو والله، وصحي عن السمنة عن الزيت على فكرة. يعني دي دهون طبيعية مش دهون مهدرجة ولا أي كلام من ده. كيلو القراميط بياخد بصلاية وسط. هي القرموطة دي كانت كيلو وربع. القراميط دي انا هنا مرضتش انزل لكم تنظيف القراميط عشان انا كنت منزلها لكم قبل كده، فنضفت على طول واشتغلت على طول. ما شاء الله هي القرموطة كانت حلوة وكان حجمها حلو. انما الفيديو اللي فات بتاع القراميط اللي انا كنت منزلاه تنظيف، دول كانوا 2 كبار، كانوا 3 كيلو الاتنين كبار، لان كنت عند ماما في اليوم ده. انما هنا على قدي في شقتي زي ما انتوا شايفين كده. بتجيب اللي هو الدين زي ما انتوا شايفين، زي ما قلت لكم انا بتعامل معاه زي زي دين المواشي بالظبط، الابقار والغنم وكده. زي ما انتوا شايفين كده مع شويه زيت حلوين. وبتعملي البصله في ساعتها، ودي ما بتاخدش وقت. انما في طريقه تانية هوريها لكم اللي انا كنت عاملاها بقى القراميط، ان شاء الله هصورها مع انزلها لكم. اللي هي صيادية دي بتاخد وقت، انما اللي هي الدمعة دي ما بتاخدش وقت، اللي هي الصينية دي ما بتاخدش وقت. زي ما انت شايفة كده، مش شرط تكون البصلة ناعمة خالص. بايدك كده بتخرطيها عادي. عايزة تعمليها في الكبة عادي، عايزة تعمليها على ايدك عادي، بس بسرعة عشان ادي بالك ان هي ممكن بتتلهف، فاهم؟ الجنب اهي ما شاء الله. انا بحب اعمل كل حاجة عادي خالص زي امهاتنا كده، ربنا يديهم الصحة. ولو كانت الحلقة فيها خير وبركة عن دلوقتي. يعني شوفوا دلوقتي ما شاء الله هنا اهو بتحمريها حلو، ايدك فيها على طول بتديها لون ذهبي حلو. عايزه تخمقيها تخليها لون مكرمل، في ناس بتحب البصل مكرمل في طبخها. انا من واحده في اكلات كتير بحبه مكرمل، يعني بحبه غامق سنه، ما بحبوش فاتح قوي. زي ما انتوا شفتوا كده. هنا بقى بتكون انت عصرة الطماطم. بقى هنا عصرة الطماطم، شفشق الطماطم. هي بتحب الطماطم على فكره، يعني بتحب طماطمها تكون كتيرة ما تكونش طماطمها قليلة. هنا شوفوا البصلة هنا بقى الدهب اهي. ما شاء الله في ساعتها. انا مرضتش اطول عليكم الفيديو عشان ما يطولش عليكم. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. هنا اهو، هنا انا هجيب بقى الطماطم وانزل عليها بالطماطم زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. هنا حطينا الطماطم اهو. هي بتحب الطماطم، في ناس تقول لي الطماطم دي كتير قوي على القرموطه الكيلو. هقول لكم لا مش كتيره، احنا بنحب طماطمها كتير. يعني انا جوزي بيحب الطماطم زي ما قلت لكم، احنا بنحب الطماطم كتير زي ما انتوا شايفين كده. وهي اصلا متبقاش حلوه لو طماطمها كتير، لان ما بنحطش عليها ميه بقى. احنا بنحبها طماطم كتير بتغمس كده بالرز، لان ما بيبقاش معاها خضار ولا اي حاجه. هي بتغمسيها بالرز بالقراميط بس. تحطي بقى بهاراتك زي ما انت بقى عايزه،
ملحك وفلفلك وكمونك وشطة. هي ما شاء الله. هنا انا كنت على العين التانية مولعة رز ابيض، هي بتتاكل مع رز ابيض. هنا شوف، ملح، كمون، فلفل، شط. هي بتحب تبقى مشطشطة شوية، يعني تكتر لها سنة فلفل وكتر لها الشطة شوية. القراميط، الحنشان، وان شاء الله هنزل معاكم برضو الحنشان، هعمله لكم. الحنشان غير هو نفس طريقة طبيخ القراميط، بس بتحطيه في بطاطس اكنك عاملة صينية بطاطس باللحمة. الحنشان هنا شوف، انا كنت عاملة مع رز ابيض اهو، مش رز صيادية ولا اي حاجة، رز ابيض. هنا بقى بتغطي عليها عشان تغلي. هي مسافة ما تغلي تحطي عليها. هنا ابني كان عايز يحط لي الكمون، كان مفكر ان هو كده بيزود لي، هيزود لي الكمون. طبعا ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ولادنا ولكم المسلمين. لو وصلنا لغايه هنا يا حبيب قلبي، تعملوا لنا احلى لايك كده عشان نفرح بيكم ونكبر بيكم. ما شاء الله. هنا بتغطي اهو، وتعملوا لنا كومنت حلو بيشجعنا ان احنا نواصل وننزل فيديوهات ونسجل وكده. هنا خلاص اهي غلت خالص اهي، كده البصل استوت معاكي وخلاص كده قربتي، يعني خلاص كده الطماطم تقلت معاكي واستوت. هنا بقى بتنزلي بقى بالقراميط عليها، بتظبطي حدقها وبتنزلي بالقراميط زي ما هتشوفوا كده معايا. والله يا حبايب قلبي سهله وتنظيفها سهل جدا، يعني انا اساسا ما بنضفهاش بره. والله لو ايه ما بنضفهاش بره. شوفوا هنا هي زي الفل ازاي، ما شاء الله. والله العظيم كانت قرموطه بجد، كانت الف صحه وهنا. كانت اكنها حنشان. شوفوا بيضه ازاي، دهب ازاي، ما هياش سودا. القراميط السودا الزرقاء دي ما تجيبهاش، متبقاش حلوه. انما شوفي دي كانت، هي بصراحه كانت مزارع، بس كانت بصراحه كانت طعمه قوي. شوفوا ما شاء الله الراس بتاعتها نضيفه ازاي، شوفوا التنظيف. لا والله انا منضفاها على ايدي. شوفوا ما شاء الله تنظيفها عامل ازاي، ومفيش بقى فيها لا زليطه ولا حاجه. بتعرفي على فكره، شوفي هنا بقى بتحطي كده، بتنزلي كده بقى، بتنزلي بقى واحده بواحده كده وترصيهم ما شاء الله عليهم. بس انتي يا دوبك هترصيها وهتسيبيها. عايزه بقى تغليها على البوتاجاز اغليها انتي وراحتك. عايزه تدخليها فرن، الفرن بس تعلي على النار، او عشان ما تتهرش منك وما تاخدش لون، تعلي عليها النار في فرن البوتاجاز. لو عندك بقى فرن غاز اللي هو بقى انبوبه، ده جميل. انا عملتها فيه بصراحه، يعني انا خليتها غلت غلوه واحده بس على البوتاجاز على ما سخنت الفرن، وكملت تسويتها في الفرن الغاز اللي هو بأنبوبة، مش في فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز هينعمها لك، يا اما بقى تسويها كده ولما تبقى 3/4 سوا تحطيها تحت الشوايه في فرن البوتاجاز بس. لان لو حطيتيها سويه كامل في فرن البوتاجاز هتنعم منك وهتستوى قوي، وهتحسي ان هي فصها ناعم. هو مش فصها ناعم، هي ناعمت منك انتي بتسويها. يا اما تنزليها 3/4 سوا في فرن البوتاجاز وتحمريها تحت الشوايه، تاخد بقيت سويها تحت الشوايه، يا اما تسويها في فرن الغاز. انا بصراحه هنا كده تبقى غلت غلوه واحده، وقمت واخداها على فرن الغاز على طول ومحمراها فيه. كانت ما شاء الله جميله. هتشوفوا كده لازم تغطيها كده كلها بالصلصه زي ما انت شايفه كده اهو. وانا ملحانه ظبطاه، انا هغطيها. شوفوا انا بوريكم ازاي. هنا يعني لازم تغطيها كده كلها وتسيبيها مفيش دقيقة وهنطفي عليها خالص. هنا انا كنت على ما رحت، هنا الرز اتشرب ميته اهو خالص اهو. على ما رحت بس هولع الفرن الغاز وارجع تكون غلت فقمة كده، غلت غلوة بس، بحيث ان انا ساعة ما احطها في الفرن على طول تغلي. انا عايزاها تغلي قوي على البوتاجاز عشان ساعة ما تتحط في الفرن تكون تغلي على طول. شوفوا هي غلت هنا قوي ازاي، شوفوا هنا كانت ما شاء الله بتغلي اهي. هنا انا قلبت اللي هو الراس بتاعتها، الراس بس اللي قلبتها علشان اللهم صل على النبي عليك يا حبيبي يا رسول الله، عشان تستوى لانها ما هي طبعا الجزل. شوفوا هنا هي لسه جامده اهي، انا بوريكم هنا لسه جامده. شوفوا ما بتنزلش، عشان ما تفكرش ان انا رحت احطها في الفرن وهي مستويه، لا هنا لسه جامده اهي. هروح دلوقتي اشيلها واوديها اهو زي ما هتشوفوا معانا بقى.
والله بقى عايزة تسيبيها تكملي سويها تسويتها كده كمليها، مش عايزة بتسويها عادي في الفرن عادي خالص. انما هي ما شاء الله في تلك الحالتين بتبقى اطعم من بعض. بس هي يا سلام بقى لو في طاجن بقى، انا لازم اجيب طقم طواجن للاكل، بيبقى حلو قوي قوي طقم الطواجن. هنا انا كنت رحت وولعت كل ده، انا بولع الفرن وهي لسه على النار، لان القرموطه لو حلوه ونضيفه مش بتاخد سوية على النار. انما هي لو مش حلوه مش هتاخد سوية على النار. شوفوا هنا هي بقت نص سوا كده، هروح بقى مدخلها على الفرن على طول. انما لو هي نص سوية، لو قرموطه قصدي مش حلوه، ما بتاخدش سوية، بتفك معاكي بسرعه. انما هي مادام ما شاء الله حلوه ومستويه كده هتبقى ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده اهو يا حبيب قلبي. هنا بقى هروح اخدها على طول. هنا ما برضاش والله افصل الفيديو قوي علشان تشوفوا كل تكتها. هنا بقى رحت دخلتها الفرن اهي، نار عاليه مش نار واطيه، على نار عاليه مش واطيه خالص زي ما انتوا شايفين اهو. بتاخد بقى لون، بتبقى والله العظيم تبقى جميله. جربوها ويا ريت اللي ما بياكلش القراميط. في ناس هتقول لي يا انتي عامله ايه قراميط ايه وقرف ايه، والله العظيم جميله. ما شاء الله اهي في الفرن اهي قربت تتلدن زي ما انتوا شايفين كده اهي، قربت تاخد لون اهي خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، والقناه تكبر بينا وبيكم. هتوحشونا حبايب قلبي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.